السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نورتوني وشرفتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. حكاية النهاردة يا جماعة هي حكاية الطالب زياد محمد عبد ربه. هو طالب بالثانوية العامة في تالتة ثانوي. الطالب زياد يا جماعة هو طالب مصري بيقيم في السعودية. اتعدى عليه بالضرب طالب من سنه في تالتة ثانوي. اتعدى عليه بالضرب طالب سعودي الجنسية، وللأسف اتسبب له في عاهة مستديمة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زياد شبه خلاص نظره راح يا جماعة. يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. مهما اللي حصل بين الطالب زياد والطالب السعودي ما كانش ينفع يعمل معاه كده. في إيه يا جماعة؟ فيه إيه؟ وكمان تيجي من السعودية اللي هم يعتبر أشقائنا وإخواتنا، ما ينفعش. طالب سعودي بيتعدى بالضرب على زياد وتسبب له في عاهة مستديمة، وقالوا إنه ضربه ضرب، يعني ضرب قاسي جدًا وضرب صعب جدًا. وللأسف الشديد قالوا إن المدرسة اللي فيها زياد والطالب السعودي مش راضية إنها تتخذ أي إجراءات ضد الولد السعودي، والسلطات السعودية مش عايزة تتخذ إجراءات. يا جماعة اللي غلط لازم يدفع تمن غلطه، عشان يكون عبرة وما يديش فرصة لأي واحد تاني إن ممكن يعمل اللي عملته ده. يعني إيه يتعدى بالضرب على طالب مصري ويتسبب له في عاهة مستديمة والموضوع يمشي كده بسلام ومكان ما أكن ما فيش أي حاجة حصلت؟ جماعة لازم القانون السعودي ياخد مجراه في الموضوع ده. ما ينفعش يا جماعة، بالله عليكم شيروا فيديو زياد عشان حق زياد يرجع. ما ينفعش. زياد محمد عبد ربه طالب يا جماعة مصري بيقيم في السعودية في تالتة ثانوي في الثانوية العامة. تعدى عليه طالب سعودي بالضرب. يعني أنا مش عارفة إيه التباطؤ ده، يعني إيه خلاص إحنا بقينا ملطشة كده في كل مكان. ما ينفعش يا جماعة. المواطن المصري أيًا كان أو في أي مكان ليه كرامته وليه حقه. وإن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله حق زياد يا جماعة لازم يرجع. ولازم الطالب اللي اتعدى عليه بالضرب بجد ياخد جزاؤه، والقانون يكون رادع وحاسم معاه. لازم حق زياد يرجع، ما ينفعش إن حقه كده يروح هدر.